اهلا وسهلا يا كابتن احمد. كل سنه وحضرتك طيب. طيب يا فندم، اهلا وسهلا. هل بالفعل توليت الدفاع عن نادي الزمالك في قضيه اللاعب ناجي جده؟ بالفعل صدر توكيل بالنسبه لي من نادي الزمالك لتولي الدفاع عن النادي وعن مسؤولي النادي الذين شملهم البلاغ المقدم من اللاعب ضدهم امام نيابه شمال الجيزه الكليه. سمعتك بالامس مع الزميل عمرو اديب، واول مره اشوفك تقريبا منفعل. انا يعني ازعم ان انا اتمتع بصداقه ليك وهذا يشرفني، لكن دائما وابدا بتحتفظ بهدوءك. لكن امبارح حسيت انه عندك بعض الانفعال وانت بتتحدث عن هذا الموضوع. اسباب هذا الانفعال ايه يا فندم؟ والله هو سبب شخصي جدا، لان طبعا الكابتن حازم امام تربطني به صداقة عمر ترتقي إلى مرتبة الأخوة أكثر من الصداقة. ده حقيقي، ده كلنا الحقيقة. والنقطة الثانية إني أزعجني كثيرا، يعني أنا هذا المشهد مشهد مفزع، إن نزاع ينبغي أن يبقى في إطاره الطبيعي داخل الأسرة الرياضية سواء نتفق أو نختلف، ينحرف انحراف غير مألوف إلى أن يصل أمام ساحة النيابة العامة. يعني المسألة تتجه في اتجاه الاتهام الجنائي، فمسألة في غاية الغرابة، لا سيما اني وخليني اتحدث مع حضرتك بقدر كبير من التجرد طبعا الان، اني يعني الموقف الذي صدر عن اتحاد الكرة المصري سواء نتفق او نختلف يعني كان له دور غير مباشر في ان تصل المسألة الى هذا المنعطف الخطير، لان اللاعب يوقع إلى 3 أندية في نفس الوقت ولا ينكر هذه المسألة. فهناك جملة حقائق لازم المشاهد الرأي العام الرياضي والرأي العام عموما يقف أمامها. رقم 1، اللاعب لم ينكر أنه وقع إلى لنادي الزمالك. 2، لم ينكر أنه وقع لنادي الاتحاد السكندري. 3، لم ينكر أنه وقع للنادي الأهلي. نعم. فبإقرار اللاعب وقع في أوقات متزامنة ل3 أندية. يعني مسألة ربما لو سبناها اسبوع ثاني كان وقع للدوري كله، كل الفرق اللي في الدوري لو استنينا عليه 2-3 ثاني. رقم 2، العلاقة التي بين اللاعب وبين نادي الزمالك بإقراره هو سواء في التحقيقات او امام وسائل الاعلام المختلفة، ولم ينكر انها كانت علاقة تعاقدية. وحضرتك ادرى الناس ان العقد عقد مطبوع، موديل نموذج يصدر عن اتحاد الكرة المصري يتكون من 12 صفحة. نعم. نموذج مطبوع توجه بملء ارادته الى نادي الزمالك ووقع على هذا العقد ودون ان يتعرض للاكراه، ولا نادي الزمالك هو الذي استحضره رغما عنه، ما خطفوش واحضره الى النادي، وهو لم ينكر هذه المسألة. ومن ثم بات التساؤل الذي ينبغي ان يطرح على الاذهان منطقا قبل القانون. ما هي العلاقة التي بين هذا اللاعب وبين نادي الزمالك او مثلا الكابتن حازم امام التي تسمح له بان يحتفظ باوراق على سبيل الامانة لدى حازم امام او لدى نادي الزمالك؟ هل نادي الزمالك او نادي الاهلي او اي نادي في مصر هو خزانة عمومية بيتوجه اليها اللاعب يقول له النبي شيل الورق ده عندك كام يوم على سبيل امانة وحاجة اخده منك؟ العلاقة واضحة المعالم انها علاقة تعاقد بين لاعب ونادي، وهو لم ينكر هذه المسألة. سواء بقى حسن اتحاد الكرة المسألة بشكل مبدئي ان اللاعب من حق النادي الاهلي او من حق نادي الاتحاد او من حق نادي الزمالك، كان ينبغي ان تسير في التدرج الطبيعي، يتظلم من هذا القرار، تصعد المسألة للفيفا، المحكمة الرياضية الى اخر المطاف، وفي النهاية سوف يذعن الجميع سواء قبل او لم يقبل الى ما ستنتهي اليه. ده كلام مظبوط 100%، صحيح تمام. لكن نفاجأ ان البعض، وانا عايز اضع بس نقطة امام الرأي العام من خلال هذه النافذة المحترمة، أشكرك. ان النادي الاهلي للامانة موقفه موقف محترم جدا في هذه القضية. النادي الاهلي لم يدخل طرف في هذا النزاع الجنائي. تمام. النادي الاهلي دافع عن وجهة نظره من خلال مصلحته التي يراها في النزاع حول احقية اللاعب لان يرتدي الفانيلا الحمراء امام اتحاد الكرة. جميل. نادي الزمالك بيدافع ايضا عن وجهة نظره في ان يكون اللاعب من حق نادي الزمالك بمستندات واوراق. جميل. لكن كون ان اللاعب تصرف منفرد بهذا التوجيه الاتهام الجنائي المسؤول نادي الزمالك، نادي الاهلي على قدر علمي اليقيني انه مستاء وان هناك استياء بالغ من مسؤولي النادي الاهلي من هذا التصرف المنفرد، لان النادي الاهلي بريء تماما من هذا، لان النادي الاهلي يدرك تماما
قيمة الرياضة وتقاليد الرياضة. نعم. وفي جميع الخلافات التي حدثت وهي خلافات معتادة زي الريال وبرشلونة في اسبانيا، في صراعات قطبين الكرة في اسبانيا على لاعبين. نعم. لم يحدث ابدا في اي صراع بين النادي الاهلي والزمالك في الفترات القريبه. رضا عبد العال، اسلام الشاطر، هاني سعيد، الازمات كلها انتهت في اطار الصحه الرياضيه. لم يتوجه للنادي الاهلي ولم يدفع احد لتوجيه اتهام لمسؤولي الزمالك، وبالعكس الزمالك لم يوجه اتهام جنائي لا للاهلي ولا مسؤول الاهلي. سمعنا مره لاعب راح قدم بلاغ ضد الكابتن حسن حمدي او صالح سليم الله يرحمه. نعم. او الكابتن محمود الخطيب. نعم. وبالعكس لا سمعنا حد قدم ضد جلال ابراهيم ولا حماده امام ولا جورج سعد ولا اي حد من الناس من مسؤولي النادي في اي فترات سابقه. نعم. لكن للاسف الشديد منعطف خطير، لاعب بيؤجج مشاعر الجماهير بالنسبه للقطبين وبيضع المساله بتصرف منفرد يروح يوجه اتهام. واحنا لا ننقم عليه حقه في ان يبلغ. حق الابلاغ يا كابتن احمد مكفول دستوريا. تمام. ولكن ممارسه هذا الحق مشروط بشروط كثيره جدا. اذا اسيء استخدامه بيقع صاحبه تحت طائله تهمه البلاغ الكاذب. لا سيما وانا بقول امام حضرتك ايوه الصراحه ان نادي الزمالك لدي، وانا رجل أدرك تماما معاني الكلمات التي أستخدمها ومصطلحات القانون ومعانيه، نادي الزمالك لديه من الأوراق التي تحت يدي أنا الآن شخصيا التي لو أراد نادي الزمالك أن يستخدمها في توجيه اتهامات جنائية للاعب تثير شبهة جرائم أقلها جريمة النصب بالنسبة لهذا اللاعب. لأن اللاعب وقع إقرار وهو لا ينكر هذا ولا ينكر توقيعه. بيقول الآتي يا كابتن أحمد: أيوة. أقر أنا فلان الفلاني أنني لم ولن أكرر لحضرتك لم ولن أوقع إلى أي نادي داخل أو خارج مصر. إذا لما يجي لي نادي الزمالك ويقول هذا الكلام ويوقع الإقرار فكحد ضربه على إيده، ثم أفاجأ بعد ذلك أن يظهر عقد الاتحاد السكندري ويظهر عقد للنادي الأهلي. أبسط شيء نادي الزمالك كان من الممكن لو أنه يريد أن ينعطف بالواقع في هاوية الاتهامات الجنائية أن يلقي بها أمام النيابة العامة من اللحظة الأولى ويجعل اللاعب بدل من يكون لاعب كرة يتحول إلى متهم في قضية جنائية أيا ما كان مصير هذه القضية. شايف نادي الزمالك حافظ على تقاليد في الوسط الرياضي، لجأ إلى اتحاد الكورة. اتحاد الكورة أصدر عقوبة لم يرتضيها نادي الزمالك وهي عقوبة الغرامة. كان يرى أن هناك عقوبة إيقاف منصوص عليها في اللائحة الدولية، الاتحاد الدولي يرى أنها الأقدر باللاعب في هذه الواقعة. فالنادي بيفزع للتظلمات في الإطار الرياضي المعتاد، لكن يفاجئ أن اتهامات جنائية موجهة وبعدين يأتي وهو يدرك تماما بإيعاز من بعض الأشخاص، ولكن ليس للنادي الأهلي علاقة. وأكرر لك على قدر علمي اليقين النادي الأهلي بريء تماما من هذه القصة ولا يقف وراء اللاعب في هذه القصة. بل المعلومة اللي لدي النادي الأهلي لديه استياء، لأن دي سابقة خطيرة. نعم. لو فتحنا هذا الباب إن نؤيد اللاعب يوجه اتهام لعضو مجلس إدارة نادي في شأن تعاقد فسخ أو لم يفسخ يوجه اتهام به أمام النيابة العامة، من الممكن أن غدا نفاجئ أن حسن حمدي زي حازم إمام أو أن محمود الخطيب زي حازم إمام مطلوب في النيابة للتحقيق معه في اتهام جنائي عن واقعة لعيب راح الأهلي وبعد كده قال لا مش عايز. أستاذ محمد شايف الأمور ممكن تاخد قد إيه قدام النيابات والمحاكم؟ لا دي مسألة لا يستطيع أحد أن يحكمها، ولكن أنا اللي بدعو الجميع إليه بعيدا عن هذه القضية اللي سوف تنتهي أيا ما كان شكل النهاية بالنسبة لها، أنا بدعو الجميع أن صوت العقل يغلب في أقران هذه المسائل. صوت العقل؟ طبعا. صوت العقل لابد أن يغلب، وهناك مسائل يعني لو لم هل صوت العقل معناه أنه محمد ناجي جده يسحب بلاغه لسيادة النائب العام؟ ده أول بوادر صوت العقل أو أول طلبات صوت العقل يا فندم؟ والله يا كابتن أحمد أقول لحضرتك على حاجة، أنا عايز أدي حضرتك يعني تعبير بسيط جدا. صدق. أنا لو حضرتك دعيتني عندك في حلقة في البرنامج، ده أنت تشرفني يا سلام. الله يبارك فيك. لو حضرتك دعيتني وقلت لي تعالى لي مثلا البرنامج هيبدأ الساعة 6. نعم. 6 7 8 9 ما جيتش. وما رفعتش سماعة التليفون قلت لك معلش أنا بعتذر. سببت لك حرج أمام جمهورك. نعم. عملت لك ارتباك في البروجرام اللي أنت كنت مجهزه. أكيد. وإنك تقدمه. أبسط شيء رجل أخل بتعاقده مع نادي كيان محترم لو رفع سماعة التليفون وقال والله يا اخوانا انا بعتذر، انا والله حساباتي تغيرت بعد ال5 اجوان اللي حطيتهم في كاس الامم الافريقيه، انا والله جالي عرض اكثر اغراء. نادي الزمالك او النادي الاهلي وانت تعلم هذا جيدا، وانت كنت حارس مرمى منتخب مصر في سنوات عديده، والنادي الاهلي
تعلم ان الناديين لا يحرصا على لاعب لا يريد ارتداء. ده بالتاكيد. اللي مش عايزني انا مش عايزه. تمام. لكن ابسط شيء قواعد الاحترام، ان كلمني يقول لي والله انا بحتاج. طب كيف نغلب قواعد الاحترام؟ خلاص اللي فات فات، يعني اللي جاي. حتى انت قلت نقطه مهمه جدا، ان ده بيؤجج مشاعر الجماهير سواء من هنا او من هناك. ازاي نقدر نخرج من هذا المطب؟ وانا دائما بقول بيعملوها الصغار ويقع فيها الكبار. طبعا انا والله هذا اللاعب الان ينضوي تحت قلعه رياضيه كبيره وهي النادي الاهلي. وانا اعلم وحضرتك تعلم ان النادي الاهلي دائما ما بيغلب المبادئ على في كثير من المواقف. نعم. دون النظر حتى للاسماء. يشوفوا يعني الولد ده من الذي دفعه الى تقديم هذا البلاغ، وايه اللي في ذهنه. نعم. هذا اللاعب يعني هو متصور ايه؟ متصور ان كيف ستنتهي المساله، وهل يرضيه ان النهارده نادي الزمالك يرد الصعب الصاع ويظهر الاوراق ويدخله في نفق الاتهامات الجنائيه؟ حضرتك هتوجه اتهام رسمي ضد جده؟ شوف حضرتك، انا مؤتمن على حقوق ومصالح نادي الزمالك. أكيد. ومؤتمن على حقوق ومصالح مسؤولي نادي الزمالك في هذه القضيه. ولكن حتى الان هناك ضبط كامل للنفس. نعم. انا بكلم حضرتك ومجلس اداره نادي الزمالك اعتقد انه منعقد الان. كان بيني وبينهم اتصال هاتفي من حوالي 10 او 15 دقيقه. نعم. صوت العقل حتى الان هو الغالب في مجلس اداره نادي الزمالك. نعم. هناك ضبط كامل للنفس، ودي لابد ان تكون شيمه المسؤولين، لان انا لما بتحرك يمين بيتحرك معايا 30 مليون واحد بيشجعوا الزمالك، انجاز التعبير. نعم. بتحرك شمال بيتحرك معايا 30 مليون واحد بيشجعوا النادي الاهلي. فالمساله لابد ان يكون هناك ضبط للنفس فيها، لان مش ممكن دغدغه مشاعر الناس بمثل هذه الصوره. نعم. ويتحول في لحظه لاعب اكرر وقع ل3 انديه. قل لي هذا اللاعب في اي دوله بتراعي المبادئ والاحترام في الوسط الرياضي كيف كان سيكون مصيره؟ ثم بعد كده يظهر مظهر الضحيه ويروح النيابه يقدم اتهامات ضد الناس، ويضع حازم امام باعتباره رمز من رموز نادي الزمالك في هذا الجيل. وهو كان يعني حين وضع اسم حازم امام يقول لك الراجل خان الامانه وزور. انا بقى اكرر سؤال منطقي يا كابتن احمد، حضرتك ابحث عن اجابه عنه في برنامج حضرتك. ايه العلاقه اللي بينه وبين حازم امام اللي تسمح انه يسيب مع حازم امام يقول له النبي خلي لي معاك الورق دوت لحد ما اجي اخده منك كمان شهر؟ السيد المستشار محمد ابو شقه المحامي الشهير ومحامي نادي الزمالك في قضيه محمد ناجي جده، وقد يعني ادلى بتصريحات هامه جدا، لعل اهمها ان النادي الاهلي ليس طرفا من قريب او من بعيد في قضيه محمد ناجي جده، بل ان الرجل اشاد بموقف النادي الاهلي. محمد ابو شقه طلب من الجميع تغليب صوت العقل والمصلحه وعدم تأجيج المشاعر حتى تظل الامور في اطارها المعقول والمعهود، واكد ان الزمالك يمتلك مستندات خطيره تدين محمد ناجي جده، واكد انه اذا لم يتم تغليب صوت العقل فان الامور ستنقلب بشكل واضح امام المحاكم والنيابات، وطلب بوضوح شديد جدا بانهاء